بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dulu Dr. Zulaikha. kasih Ustaz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Sekali Ustaz. Boleh. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما Al-Kadzabu panjang. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها Rawasiya. Ra tu jangan روا- biasakan روا- nipis. والأرض والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي رواسي والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا وصلى بارك ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به مباركك bukan ko ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به جنات وهب الحصيد ونخل باسقات لها طلع نصيد ونخل باسقة لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس قبلهم قوم نوح وأصحاب قوم نو jangan tak dia tak ada dengung dekat mu tu قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح قوم نو bukan قوم نو mu nu قوم ada dekat نوح situ
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وإخوان لوط. Nu tu pun tak panjang. وعاد وإخوان وفرعون لوط. وعاد وفرعون وإخوان لوط Nu tak panjang. إخوان إخوان لوط لوط. وعاد وفرعون وإخوان لوط Hmm. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالحق Apa? أفأي أفأينا Afa. Terus sekali lagi. أفأينا Ahmad Ayyi. Afa'ayina. وأفأينا Na panjang. أفأينا Na بالخلق panjang. Na panjang. أفأينا بالخلق الأول Na tu panjang. Afa'ayina. أفأينا بالخلق الأول كسر Betul. بل هم في لبس من خلق جديد. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, sebelum kita sambung, saya ucapkan selamat datang dulu kepada Puan Zainab. Bukan. Kepada Puan Zainab baru masuk hari ini. Okey, baik. Uh, okey, seterusnya kita sambung kepada tadi doktor baca Okey, kita bagi Puan Zainab dulu sebab nama dia paling atas sebenarnya. Boleh ke Puan terus baca? Puan Zainab ada respon ke tu? Boleh hidupkan mic? InsyaAllah, Ustaz. Okey. Boleh baca sekarang ya? Boleh, sila sila. Uh, Sambung. walaqad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد
ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ أواب حفيظ. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Okey, Gambar baik. mana Ustaz? Baca. Okey, satu ke surat dulu boleh eh? Eh, Okey, baik. boleh buat. Kemudian kita sambung ke Puan Zarina, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batashan fanaqabu fil biladi hal min muhis. Inna fi dhalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa shahid. Walaqad khalaqnal Khalaqna walaqad sama. walaqad khalaqnas samawati wal ardh wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams Qabla tulu'i syamsi. قبل قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصاحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ويميت وإلينا المصير يوم ويوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فال فالم فالمقسمات أمرا فالمقسمات أمرا. فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع Lawaqi'a. لواقع. Okey, baik. Okey, seterusnya Puan Zarina. Dr. Syaril, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الحراصون قتل الحراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها الصف. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Alhamdulillah. Okey, kemudian kita berpindah kepada Puan Asmah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمين
وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيدي Hmm. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, seterusnya Puan Asma. Kemudian kita pergi ke Puan Azhar. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون Hmm. فتولى Boleh. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور كتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون Sekali lagi. Alladhi. الذين هم في خوض Khaw. خوض الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Baik, silakan. Cikgu Ali, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون
اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita sambung lagi. Balik kepada Puan Zainab. Silakan, Puan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون Sekali lagi. أم عندهم Khaza. خزائن Kha tu. خزائن Kha betulkan sikit. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا والذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله أما يشركون
وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحر. Oh, Sekali. Wa in وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا Saqatai. ساقطا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. Okey, baik. Okey. Boleh tengok dekat sini sekejap sebelum kita teruskan. Dekat ayat uh, ayat nombor 37. Okey, baik. Dekat sekejap Okey, pada ayat 37 ada perkataan uh, amhumul musaitirun. Okey, di situ ada huruf sad dan juga ada huruf sin kecil bawah dia. Okey. Cara bacanya macam mana? Okey, tadi kalau kita dengar tadi Puan Zainab bacanya menggunakan huruf huruf apa tadi Sad? Puan baca menggunakan huruf sad. Okey. Uh, yang mana ada buku ni? Okey, nota e-book ni. Ada lagi ke yang belum dapat buku nota e-book ni? Saya belum dapat. Awal-awal belum dapat Puan dah masukkan dalam grup kan? Masuk tapi saya tak pernah lagi masuk join ni. Okey. Tak, sebab kalau dalam grup tu mula kalau Puan masuk awal-awal memang kita dah hantar dah yang ni. Cuba scroll balik, tengok balik ada tak yang saya dah hantar. Okey, Tak kalau dapat. ni lah, tapi kalau belum lagi saya hantar balik. Okey. Ya, nanti saya tengok balik. Okey, sekejap sekejap. Okey, kepada yang belum dapat lagi tu saya dah hantar balik dalam grup. Nanti tuan dan perempuan boleh buka balik lah. Okey. So kita tengok pada muka surat muka surat 4. Okey, pada muka surat 4 nombor 21. Okey. Jadi cara hukum bacaan dia boleh dibaca dengan sin ataupun sad. Dia tak ada masalah. Okay, dia boleh baca salah satu. Nak pakai sad boleh, nak pakai sin pun tak ada masalah. Okey, berbeza dengan yang kalau kita tengok pada satu lagi tu yang dia punya sin dekat atas. Okey, contohnya pada ayat di surah Al-Baqarah. Okey, di surah Al-A'raf, sorry. Okey, di sini ada bastah. Okey, kita bacanya pakai huruf sin. Okey, tak baca pakai huruf sad. Kita bacanya pakai huruf sin. Okey. So kita dibaca dengan huruf sin sahaja. Kalau yang ini kita boleh baca dua. Nak pakai huruf sin boleh, nak pakai huruf sad pun boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Itu sahaja dulu. Kemudian kita sambung lagi bacaan dengan Puan Rohana baru masuk ke? Ya. Okey, silakan Puan.
Kasih orang lain dulu tak ambil nafas penat. Oh, baru masuk. Ha, okey, betul, tak ada masalah. Okey, kalau macam tu kita bagi peluang kepada Dr. Zulaikha. Silakan. InsyaAllah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul Allamahu syadidul quwa. Dhu mirratin fastawa. Wa huwa bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla. فكان عاقب قوسين أو أدنى Sekali lagi. فأوهى Makana. فكان فكان قاب قوسين أو أدنى Okey, terus. فأوحى betul Ustaz? Betul. Terus. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم Hmm. اللات والعزى Hmm. ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى Dhiza. ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها Samaitumuha. سميت إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون Yattabi'u. Biar bunyi sikit dengung. Tu. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس Anfus. telan tu. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, kemudian seterusnya kita uh, pergi ke
Puan Zarina. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa wa ma lahum bihi min ilm in yattabi'una illa dhann wa Illa inna zan. Dia bukan za yang panjang tapi illa nun. dhann illa illa dhann wa Okey. inna dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a fa'rid an fa'rid amman tawalla an Fa'arid. zikrina wa lam Fa'arid. Suara dot tu jangan terqalqalah. Fa'arid amman. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن Sabili. سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم Lagi. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى وعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ أم لم ينبأ بما في صحف موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وزر أخرى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. Okey, baik. Alhamdulillah. Puan Rohana dah boleh baca ke belum? Boleh. Okey, silakan Puan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه خلق الزوجين
الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما Ni أبقى panjang. وأنه أهلك عادا الأولى. panjang وأنه أهلك عادا عادا الأولى وثمود عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما أغشى وبأي آلاء ربكما وبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون واسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر شين. شق القمر قمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا مستمر. مستمر. مستمر Jangan tebal, nipis je. Mustamir. ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذور تغني النذر. فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى يوم شيء يدعو الداعي إلى شيء نكر. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, kemudian tadi seterusnya Dr. Syaril, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء
منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم صرصرا إن صرصرا في إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر واصطبر. Okey, baik. Okey, kemudian seterusnya Syaril Puan Asmah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر
أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين وأمر أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. Okey, baik. Okey, dekat sini tadi kita tengok, okey, ada sebutan yang mana kalau kita tengok ra dia bersabdu Okey, untuk ra yang bersabdu, untuk huruf-huruf yang bersabdu ketika dia diwakafkan, maka dia mesti ada satu sifat. Okey, yang mana sifat itu disebut dengan an-nabar. Okey, Okey, kalau tuan-tuan dan puan tengok buku yang mana ada buku ni boleh rujuk pada muka surat di belakang-belakang sikit. Saya okey ni. Muka surat 122. Kalau yang mana ada buku ni boleh rujuk lah. Okey, yang mana dia punya tajuk latihan bacaan huruf bersabdu ketika waqaf. Okey, jadi huruf yang bersabdu ketika waqaf, maka ada cara memberhentikan dia menunjukkan huruf tersebut bersabdu. Okey, kalau huruf yang tidak bersabdu, kalau dia kata sukun sahaja hurufnya, maka bunyinya akan sama kalau kita tak bezakan antara yang yang bersabdu dan tidak bersabdu. Okey, dia seolah-olah sukun sahaja. So bila kita tengok pada ayat ni, okey, contohnya ayatnya di sini. Okey. Okey. Contoh ayat dia ni. Okey, dalam buku ni pun sama juga. Dia ambil contoh yang sama. Okey. Yang kotak warna ungu, yang terakhir, kotak terakhir warna ungu. So, apa dia nak tahu, apa dia itu an-nabar? Yang mungkin belum pernah dengar istilah an-nabru ataupun an-nabar itu apa dia? An-nabar ialah, kalau kita tengok, apabila mewakafkan bacaan pada huruf-huruf bersabdu, maka hendaklah didatangkan sifat an-nabar ataupun an-nabru, iaitu menekan suku kata atau huruf-huruf tertentu supaya terdengar sedikit lebih keras dan kuat bunyinya berbanding suku kata dan huruf-huruf yang berdekatan dengannya. Okey. Sebagaimana sedia maklum bahawa huruf-huruf bersabdu asalnya ada dua huruf. Kalau kita tengok dekat sebelum buku ni sebelumnya ada pembahasan huruf-huruf bersabdu. Yang mana sabdu adalah asalnya dua huruf. Okey, kalau kita tulis kalau kita tulis begini, nampak tak? Ke tak nampak? Saya boleh pakai inilah. Okey. Kalau kita tulis dia alif ataupun hamzah mim ra gitu So ra ni dekat mar ni, mar dia punya apa nama hurufnya begini. Okey. So dia ada
Kalau kita pecahkan hamzah, mim, ra. Gitu kan. Ini sukun, ini berbaris. Okay, boleh nampak tak? Boleh nampak Okay, yang itu sukun, yang itu berbaris. So asalnya dia adalah dua huruf. Jadi apabila huruf tersebut kita nak wakafkan, maka ditekankan sedikit suara ketika mewakafkan bacaan pada huruf yang lagi sikit. Okey, mewakafkan pada bacaan pada huruf-huruf bersabdu sebagai isyarat kepada pendengar bahawa huruf terakhir yang diwakafkan itu adalah huruf yang bersabdu. Okey, kalau kita tak bezakan antara huruf yang bersabdu dengan huruf yang sukun sahaja, maka dia tak ada beza lah. Jadi sebab itu dia ada satu sifat namanya an-nabru. Macam mana baca sifat an-nabru tu? So bila kita baca, contoh kita ambil was-sa'atu adha wa amar. Wa amar. Kita tekan wa amar. Mar. Okey, suara huruf pada ra yang pertama dan yang kedua dalam sabdu tu kita angkat. Wa amar. Tu kita tekan. Okey. Kalau macam huruf sin, contoh kalau huruf sin ni kita datangkan sifat sin tu iaitu sifat sofirnya. Kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Mas. Nampak tak? Suara kita tahan, kita tekan sedikit. Mas. Mas. Itu namanya an-nabar. Okay, supaya kita tahu ada huruf yang bersabdu. Kalau macam waw, contohnya di sini. Adu. Adu. Du. Du. Kita tekan. Okay. Jangan kita tak tekan. Bila kita tak tekan, maka dia kita tak tahu dia ada sabdu ke tidak huruf tersebut. Okey, boleh ke tuan-tuan dan puan insya-Allah? Boleh Ustaz, insyaAllah. Okey, itu caranya namanya an-nabr. Okey, baik. So jadi kita dah nampak tadi kat situ Baik, seterusnya sambung tadi siapa yang baca tadi last? Puan Asmah Sekarang Encik Haji Azhar kan? Tadi puan baca kan? Saya dah baca dah. Okey, baik. Berarti sekarang Tuan Azhar silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر Mustatar. مستطر مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
فيها فاكهة ونخل ذات والنخل ذات الأكمام. والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان كالفخار panjang. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Okey, baik. Seterusnya Cikgu Ali silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار Min akhbar. أقطار Ha. أن أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان Okey, baik. Sekejap Okey, lain nak tanya. Lain semua okey ke? Saya rasa okey je. Ustaz okey. Okey, baik. Eh, sekejap Okey, baik. Seterusnya, kita kembali kepada Puan Zainab. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان Okey, baik. Okey, seterusnya. Okey, kita ada ni Puan Zaitun baru masuk. Saya bagi ruang ke Puan Zaitun dulu ya. Boleh Ustaz. Assalamualaikum. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا
فكانت هباء منبثا وكنتم Mumbasa. Dengung dulu sikit. Mumbasa. فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Kita berhenti sini dulu. Okey. 5, 3, 4. 5 atas, 5, 3, 4. So, kepada yang uh, apa, baru masuk, okey, pada tuan-tuan dan perempuan yang mungkin baru masuk hari ini, kita dah membahas, ada beberapa pembahasan berkenaan dengan tajwid. Okey. Yang mana pembahasan yang sekarang ni kita membahas tentang huruf ra. Okey, sebutan huruf ra. Sekejap saya susun dulu ni. Baik. Saya akan kongsikan share screen. Dia tengah loading. Okey. Okey. Baik. Tuan-tuan dan perempuan boleh nampak dengan jelas ke terlalu kecil dia punya skrin ni? Boleh nampak. Boleh nampak Memang nak zoom in Okey, sekejap sekejap saya susun dulu. Okey, baik. Okey, yang ini adalah pembahasan kita yang dah berlalu lah. Okey. Kalau tengok pada rakaman, kalau tuan-tuan perempuan nak tengok balik dia punya pembahasan, tengok pada rakaman yang dah disediakan lah. Okey, so kita dah bahas tentang keadaan huruf-huruf ra yang dibaca dengan tebal. Okey, beberapa keadaan lah. Okey, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya, terus huruf ra yang dibaca dengan nipis. Okey. Baik. So kita dah selesai sampai mengenal cara baca huruf ra yang nipis ataupun tebal. Yang ketiga, ra tersebut boleh dibaca tebal atau tipis. Saya ingat lagi tulisan ni. Minta maaf lah tuan-tuan dan puan Saya tulis dia tersangkut dengan meja ni, payah sikit. Okey, baik. So, ra ni boleh dibaca tebal ataupun tipis, yang mana dia punya keadaan nombor 1, ra tersebut dalam keadaan sukun. Okey. Ra tu dalam keadaan sukun, yang mana sebelumnya huruf berbaris bawah. Okey. Dalam keadaan sukun sebelumnya huruf berbaris bawah, dan selepas dia, ni selepas dia ni ada huruf yang berbaris bawah. Tetapi huruf yang berbaris bawah setelah huruf ra ini adalah huruf isti'la. Apa dia isti'la itu, tuan-tuan dan perempuan? Siapa dia boleh jawab dulu yang itu? Qaf, Sad, Dal, Ra, Za, Ghin, Qaf. Okey, itu huruf kha, sad, dad, ta, za, ghin dan juga qaf. Ataupun kita sebut dia huruf
tebal. Huruf-huruf dia ni lah. Okey, huruf-huruf dia yang ni. Yang mana huruf isti'la iaitu sebutannya tebal ataupun sebutannya tafkhim. Okey, kha, o, o, nampak tak? Nak bezakan sebutan huruf yang tebal dan tipis, bunyi dia ketika baris atas. Okey, kalau baris atas yang tipis, a, a, a. Itu bunyi ya. Itu suara huruf yang tipis. Kalau huruf yang tebal berbaris atas, bunyi dia akan jadi tebal. O, o, kha, sa, ba, ta, za, gha, qa. Nampak tak? Suaranya tu. Okey, jadi itu adalah huruf yang disebut dengan sifatnya sifat isti'la. Okey, yang mana pangkal lidah kita terangkat. So, ra di sini boleh dibaca tebal atau tipis ketika mana dia berada di tengah perkataan, sebelumnya huruf tersebut berbaris bawah dan setelah huruf ra ini huruf berbaris di bawah juga. Tapi hurufnya daripada huruf-huruf isti'la ataupun huruf yang mana sebutannya tebal. Okey, contoh seperti perkataan fir, firkin ataupun ya firkin lah. Nampak tak? So huruf fa dia adalah huruf yang tipis berbaris bawah. Okey, huruf ra disukun. Setelah huruf ra ada huruf qaf, yang mana huruf qaf dia berbaris bawah. Okey, jadi boleh tebal, boleh tipis kita nak sebut dia. Yang mana kalau kita bacanya dalam keadaan wasal. Okey, kita bacanya dalam keadaan wasal. Wasal. Apa itu wasal? Okey, Puan Rohana. Okey, baik, silakan Puan Rohana. Terima kasih. Okey, dalam keadaan wasal iaitu bacaan ni kita sambung, okey. Dia punya ayat penuh ni gini tuan-tuan dan puan. Jangan saya tulis ayat penuh lah senang. Okey. Hmm. Okay. Gitu. Okey. Dia gini, kullu firqin kat taudi. Apabila kita sambung bacaannya, kullu firqin kat taidi, kat taudi. So, bila kita sambung bacaan, maksud itu perkataan ni dengan perkataan ni kita sambung, maka qaf tadi kan dibaca kan, tanwinnya tu. So, itu kita bacanya dalam keadaan wasal perkataan ni. Okay, kita bacanya wasal. So, dia boleh dibaca tebal ataupun tipis. Okey. Ataupun contoh yang kedua, huruf ra tersebut dia sukun. Sebelumnya itu ada huruf yang sukun. Huruf yang sukun ini juga adalah huruf isti'la. Huruf tebal lah maksudnya. Okey. Dan sebelum huruf isti'la yang sukun ini ataupun huruf yang tebal yang sukun ini, ada huruf lagi yang berbaris
bawah. Okey. Contoh dia. Tuan-tuan perempuan kalau nak tulis, tulis baik-baik lah. Saya sebab saya tulis sengit begini ni, jadi tulisan dia pun menyengit. Okey. Baik, contoh dia perkataan Misr. Ha, okey. So, huruf Sad adalah huruf isti'la. Huruf Mim berbaris bawah. Huruf Ra disukunkan. Jadi bila kita baca, dia jadi boleh dua. Nak tebal boleh, nak tipis pun boleh. Misr, tebal. Misr, nipis. Okey, antara dua. Boleh ke boleh, faham ke faham. Okey, ataupun contoh lain. Seperti nah, qitrun. Okey. So, ta ni huruf yang huruf isti'la dalam keadaan sukun. Qaf dia berbaris bawah. Kemudian ra ni dia disukunkan. Huruf yang berbaris bawah ni, yang apa huruf yang berbaris bawah ni, okey, mim ataupun qaf ni dia tak kisah. Dia nak tebal ke, dia nak tipis ke, tak ada masalah. Okey. Nampak ni mim. Kalau yang pertama ni contohnya mim, dia nipis. Yang kedua contohnya tebal, huruf qaf, kan? Dia tidak memberi pengaruh pada situ. Yang memberi pengaruhnya pada sebutan huruf ra iaitu huruf yang sukun ini. Okey? Huruf yang sukun tu dia isti'la ke bukan? Kalau bukan isti'la, maka dia jadi nipis. Memang dibaca nipis. Okey? Kalau apa? Contoh huruf yang sebelum huruf ni, dia huruf yang berbaris atas. Mim ni contohnya berbaris atas, kan? Dia dibaca dengan tebal. Contoh pada contoh yang kita dah bagi tadi tu. Ha ni nombor 4. Ha, tengok balik nombor 4 ni, kan? Nampak tak? Ra ni dia disukunkan, sebelumnya ada huruf sukun, sebelumnya ada huruf yang berbaris atas ataupun baris depan. Seperti contoh Al-Qadr. Ha, okey. Jadi dia dibaca tebal. Kalau yang ini, dia boleh baca tipis ataupun boleh baca tebal. Okey. So, boleh faham ke tuan-tuan dan perempuan? Jelas tak? Boleh insyaAllah. Okey, faham So, itu dia punya cara baca. Nak tebal, nak tipis, macam ini. Antara dua ni. Okey. Kalau yang tipis sahaja bacaannya, begini. Okey. Kalau yang apa? Yang tebal sahaja macam gini. Ha. Okey. Baik. Kenapa saya bahas huruf ra? Kalau tuan-tuan dan perempuan perasan tadi kan kita baca surah tadi. Kita baca surah ni sebelum surah apa nama? Sebelum surah Ar-Rahman. Surah Al-Qamar. Al-Qamar tu. Al-Qamar. Banyak sebutan kita baca dengan huruf ra sukun. Betul tak? Betul. So kat mana nak tebal, kat mana nak tipis. Di situlah kita kena tahu. Okey. Dan untuk makluman tuan dan perempuan, kalau seandainya contoh yang ada dekat yang saya tak jelaskan tu, dia ada satu lagi. Okey, jap. Mana dia punya pen? Okey ni. Dekat sini. Contoh di sini. Okey pula. Okey, kalau contoh di sini, ni kan ra-nya bersabdu. Okey, nota yang saya bagi tu dia tak ada pun huruf-huruf yang ra tu bersabdu. Baik, kalau seandainya huruf ra tu dia bersabdu,
Kalau dia dibaca, okay, kalau dia dibaca ra ni, sabdunya tu dibaca. Okay, maksudnya tu dia dibaca lah. Hmm, mana pen okay, ni. Kalau dia dibaca, tanwin yang ni dibaca, maksud tu kita nak sambung bacaan kan pada ayat seterusnya. Dia dibaca, kita tengok pada baris ra itu. Kalau dia baris atas dan juga baris depan, maka dia dibaca tebal. Okey. Kalau baris bawah, dia dibaca nipis. Kalau seandainya dia disukunkan macam gini, macam sabdu ni disukun kan. So, macam mana nak bacanya tebal atau tipis? Maka kita tengok huruf yang sebelumnya. Kalau macam ini, hurufnya mim berbaris bawah. Okey. So, dia baris bawah, nipis. Tak kira lah dia itu huruf qaf ke ataupun huruf isti'la ataupun bukan isti'la. Yang penting dia hurufnya berbaris bawah. Maka ra tadi dibaca dengan nipis. Okey. Jelas ke jelas? Banyak di sini tuan dan perempuan boleh buat latihan ataupun uji minda berdasarkan kita punya nota tadi yang saya bagi. Boleh tengoklah. Jap. Apa dia pen? Okey, boleh tengoklah dia punya cara bacaannya. Boleh bulatkan. Cuba buat bulatkan. Okey, di sini ra-nya dibaca dengan apa? Kemudian ra di sini dibaca dengan apa? Ini dibaca dengan apa? Ini dibaca dengan apa? Dan seterusnya ini. Okey. Yang sukun-sukun lah yang kita kena cari. Okey, yang selain sukun tak ada masalah. Okey. Kalau ada bersabdu tu ada bawa ada an-nabar tu kan Ustaz? Iya, betul. Kalau yang ada sabdu, hukumnya dibaca an-nabar. Suaranya kita tekan. Okay, untuk menjelaskan ada huruf yang bersabdu. Sebab kalau sabdu kan dia sukun dan berbaris macam saya cakap tadi lah. Bila kita tak jelaskan dia punya sifat tu, dia akan memberi kesan huruf tu tak tahu sabdu ke tak. Ha. Apalagi kalau seandainya hurufnya huruf lin. Yang macam huruf waw. Baik, itu an-nabr. Sekarang yang tadi kita cerita ni huruf ra. So, tuan-tuan perempuan boleh cuba tengok macam gini kan. Dibaca dengan tebal atau tipis. Ha, tebal ke tipis tu? Okey. Tipis. Ha. Yang ini boleh tebal atau nipis kan? Ya, betul. Okey, yang ini boleh tebal dan boleh nipis. So, cuba tuan dan perempuan cuba uji, orang kata uji minda kita dengan cara mengenal pada ayat-ayat yang ini. Tengok, okey, ni huruf ni baca tebal ke baca tipis, baca tebal ke baca tipis supaya kita boleh tahu. Okey, baik. Seterusnya, tadi kita berhenti di ayat berapa tadi? Surah Ar-Rahman. Habis habis kan? Sampai Al-Waqiah masuk, betul Waqiah dah masuk dah. Okey, Al-Waqiah tadi. Last tadi Puan Zaitun yang baca, betul ke? Okey, baik. Tadi Puan Zaitun tadi baca sampai ayat yang ke-16 ke Puan? Puan Zaitun kan tadi last. Macam ada Halu-halu. seorang lepas saya tadi, Ustaz. Ah, Ada seorang lepas saya tadi kan? Uh, Siapa nama dia tadi? tak ada dah. Puan lah last. Maksudnya Puan Zaitun tadi. Ya, Puan lah tadi. Puan baca mana tadi kat sini kan? Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Lupa dah semua. Tak, lupa dah ni habis Ustaz. kat situ tadi. Ah, Habis kat situ tadi, kat muka ah, surat mut, 534. 534 Okey, baik. Okey, kemudian kita teruskan lagi insya-Allah. Sekejap saya nak setting dulu dia punya ni. Okey. Baik. Kemudian
Kita sambung ayat 17. Tadi Puan Zaitun. So, saya bagi Dr. Zulaikha dulu, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سمم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Okey, baik. Kemudian Puan Zarina, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma innakum ayyuhas dallun al-mukazzibun la'akiluna min shajarin min zaqqum فمالئون منا البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن
نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى قلولا وذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Okey, baik. Seterusnya, Puan Zaitun tadi dah baca ya? Boleh Kita, lagi Ustaz, kalau Ustaz nak suruh. Sebab uh, saya masuk lambat tadi. okey, okey. Sila, sila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من فن فنزل من حميم وتصلي وتصلية وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Okey, baik. Kemudian kita pindah ke Dr. Syaril, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6
أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Okey, baik. Kemudian seterusnya, Sarin Puan Asmah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Okey, baik. Silakan Tuan Azhar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون بالناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Okey, baik. Okey, kemudian kita panggil Cikgu Ali, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد
وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, sampai sini dahulu kita punya tadarus muka surat 541. Okey, insyaAllah nanti kita sambung lagi pada muka surat 542. Okey, kita dah masuk juzuk 28 dah tuan-tuan dan puan. 2 juzuk lagi. Kita baru Ramadan yang keberapa ni? Okey, ni cepat habis ni. Okey, baik. 19 Ustaz. Baru 19 19 ni dah 28 dah. 28, 29, 30 habis dah kita. Okey, jadi saya akan lebih banyak membahas tentang tajwid pula lah lepas ni. Mungkin tadarusnya akan agak sedikit kurang. Okey, baik. Ada soalan dulu ke untuk yang lain? Apa-apa soalan dulu? Tak ada InsyaAllah apa yang saya sampaikan tadi semua tu dapat difahami dan bermanfaat untuk semuanya insyaAllah. Kita tutup tadarus kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Pertama, Sadaqallahul Azim. Kemudian kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna